هذا مساج بالله ان شاء الله يوصل للي قاعد يحكم اليوم، اللي ردوا الشعب التونسي شعب كافر، شعب ماهوش مسلم، مع شعب ملحد. ويبداو يكذبوا ويبداو ينافقوا، واحنا كيفهم زاد نكذبوا وننافقوا. اما السؤال لهنا وقت اللي يقولوا هما علماء دين وشيوخ، ويقولوا هما اللي يفهموا في الدين، ونلقاوهم يكذبوا، نلقاوهم ينافقوا ويسرقوا، لهنا تولي هي الكارثة، لهنا هي مصيبة الشعب التونسي. لهنا السؤال، وزيد بعد فوق هذا الكل يزيد يكفروا الشعب، يزيد بالنسبة لهم شعب ملحد، بالنسبة لهم احنا ناس كفار، بالنسبة لهم احنا ناس ما نسويوش، بالنسبة لهم ان احنا نستحقوا ان نموت، ونستحقوا ان نتعذب، ونستحقوا ان نتمرمد، ونستحقوا ان يصير فينا على حاجة برك بالنسبة لهم اللي احنا كفار ومنش ملحدين. هذا هما علماء الدين اللي قاعدين يحكموا اليوم على راسهم الكلب رشد الغنوشي. بالنسبة لنا احنا يا علماء الدين ويا مجموعة النهضة الحاكمة اليوم وعلى راسكم رشد الغنوشي، كما انتوما تغزرونا على اساس اللي احنا ملحدين ومناش مسلمين وما نعرفوش ربي والكلام هذاك الكل متاعكم، انتوما زاد بالنسبة لنا احنا لكم علماء دين ولكم فاهمين في الدين ولكم شيوخ ولا يحزنون، ويزيونا بلا كذب ويزيونا بلا نفاق ويزيونا بلا ضربة ضربتين، وانتوما تحكيونا بالدين، تحكيونا بالدين كأنه شعب كان لا يصوم لا يصلي لا يزكي لا نمشي للحج، كأنه شعب كان كافر بالحق. هذه أول حاجة نحب نتكلم فيها. به ثاني حاجة قضية سامي الفهري، ضحكة راكم قعدتوا ضحكة، راكم مهزلة، راكم ضحكتوا اللي عمره ما ضحك، وفهمتوا كل تونسي حتى اللي مش فاهم في السياسة فهمتوه في السياسة، سياسة الغباء اللي قاعدين تصرفوا فيها، سياسة الدكتاتورية اللي قاعدين تعملوا فيها، سياسة الناس اللي ما هيش فاهمة حتى شيء، سياسة الناس اللي ملهوفة على الكرسي وماهيش واعية بقيمة المسؤولية اللي قدام اللي عطاها لها الشعب التونسي. يا نهضة افهموا راكم ماكمش نتاع حكم، افهموا راكم ناس ما تصلحوش باش تسيروا بلاد، انتم لا صلحتوا لا في الدين ولا في السياسة، لا في هذا ولا في هذا. فاهمين الديمقراطية بالغلط. دونك ميسالش اسمعوا منا نحن شباب تونس، اسمعوا منا كي نقولوا لكم شنية الديمقراطية واللي تعلمناها في الثورة هذه، وتعلمنا الديمقراطية رغم اللي انتم قبلنا في السياسة وقبلنا في شؤون الأحزاب وقبلنا في لغة الخطابة ولغة التعامل مع المواطنين. الديمقراطية يلي ما تفهموش الديمقراطية وعمركم ما كنتم باش تفهموها، الديمقراطية هي أن يحكم الشعب لمصلحة الشعب. الديمقراطية هي حرية، الديمقراطية هي حرية الشعب في الانتخاب واختيار من يمثله. الديمقراطية هي أن نتعايش الناس كل التونسيين كل في سلم وأمان. مفهوم الحرية غلط عندكم، غلط جملة. مفهوم الحرية عندك الحق باش تحكي يا نهضاوي، عندك الحق باش تتكلم، عندك الحق باش تقول رأيك، وأنا زاد عندي الحق باش نتكلم ونقول رأيي، بشرط انه لا انت تتعدالي على خصوصياتي ولا انا نتعدالك على خصوصياتك، ولكل واحد فينا حرية النقد. المشكلة متاعكم انتوما اللي انتوما ما تحبوش كون ينقدكم، انتوما نظام ما تحبوش كون ينقدكم، انتوما نظام قاعدين تبهدوا وقاعدين تحاولوا تعرقلوا كل انسان يحاول ينقدكم ويوريكم الغلط متاعكم وين. النظام بن علي كان يستعمل مع معارضيه، ونأكد مع معارضيه، خاطر انتم عمركم ما كنتم معارضين لبن علي، وعمركم ما كنتم باش تكونوا معارضين بن علي. معارضين بن علي انا نذكر واحد منهم اللي هو طارق المكي الله يرحمه، هذاك معارض صحيح، فهمتني، هذاك معارض صحيح. شكري بالعيد الله يرحمه، هذاك معارض صحيح. اما انتم ما كنتمش معارضين وعمركم ما كنتم باش تكونوا معارضين، انتم انتهازيين، اقرب منكم انكم تكونوا معارضين. النظام السابق يا نهضة كان يتهم معارضيه انهم هم اعداء الوطن، انتم تو وليتوا تتهموا معارضينكم انهم اعداء الاسلام، اعداء الدين، اعداء الله. هذا اللي قاعدين الاسلوب اللي تتمشوا فيه، والاسلوب اللي هو فاشل، والاسلوب اللي هو ماهوش باش ينجح.
والأسلوب اللي قاعدين توريه في الوجه الحقيقي متاعكم للشعب التونسي. حاجة أخرى، راهو الشعب التونسي شعب صبور، الشعب التونسي شعب صبر 23 سنة على حكم بن علي، تعذب، كيفد عمل ثورة، كيفد خرج للشارع. نحب نوصل لكم حاجة ونقول لكم حاجة، الشعب التونسي المرة هذه مش في سنة 23 سنة، احنا تويكش عنا عامين على الثورة، مازال الوقت اللي باش يفت فيه الشعب. احنا تويكا غلية 23 سنة غليناها في عامين، غلية 23 سنة قاعدين غليناها في عامين، وعلى قريب نهايتكم لا ماهيش على يدين معارضينكم، أما على يدين الشعب التونسي. إذا بن علي هرب وهربوه والطرابلسية فيهم ياسر، الصحاح هربوا، انتم ماكمش باش تهربوا، انتم الشعب هو اللي باش ياخذ أبثاره منكم لتجاوزاتكم، تمانيكم على الشعب، استبلاهكم للشعب التونسي، عمالتكم ورخصكم القطر يا ذلال، ذليتوا رواحكم القطر وخليتوا رواحكم ضحكة. وبالنسبة لنا احنا انتم ما تمثلوناش، لا انتم للطرطور الاكبر اللي على راس الجمهورية، لانه لا يفهم لا مفهوم الدولة، ولا يفهم مش معناتها رئيس جمهورية، ولا يفهم مش معناتها سياسة، وحتى حقوق الانسان طلع فاشل بها، لانه الكارير اللي عامله الكل في حقوق الانسان ضاع. يا سيدي الحقوقي، يا منصف المرزوقي، كل ما عملته في السنوات الفارطة هو تمثيل على الناس، ضاع خدمتك، كل اللي عملتها ضاعت. ما قعدت كان تكذب علينا، ما قعدت كان تقول هاو انا حقوقي وانا مناضل. باش مناضل؟ بشنو مناضل؟ قلت بورقيبة عذبني وعمل لي، اطلع بورقيبة اعطاك شهادة رقاك، فهمتني؟ قلت بن علي نضلت ضده، بن علي انت من الناس اللي وافقت على انه يكون رئيس الجمهورية، كما برشا سياسيين في الوقت هذاك، بما فيهم زاد النهضة، بما فيهم زاد برشا احزاب قاعدة تحكم في المعارضة اليوم، وافقوا على بن علي، قالوا لبن علي اتفضل احكم، قالوا لبن علي شد الكرسي. انت منهم اليوم ما عندكش الحق انك تقول راهو انا معارض، انت ماكش معارض وعمرك ماك باش تكون معارض. قضية شكري بالعيد وموت شكري بالعيد، والله يرحمه. فما بعض اطراف اليوم اللي تحب تقول انه شكري بالعيد لا ما ماتش، وتحب تورينا انه النهضة خاطئها، وانه النهضة مثال للحزب السياسي الذي يحتذى به. لا، غالطين. شكري بالعيد الله يرحمه الراجل كان معارض، اغتالوه، سيبوا الراجل، خليه على الاقل في قبره مرتاح من مناظركم، سيبوا الراجل على الاقل يزيو بلا تفاهات تسيبوا فيه، يزيو بلا قلة تربية قاعدين تخدموا فيه. راكم كثرتوا على موسعوكم، راكم قد والله العظيم قد واحد يحب يوصل لكم المعلومة، قد ما واحد يحب يقول لكم ديما شيء. سامي الفهري مطالب منكم انكم تسيبوا السيد هذا، لانه ما ثبت عليه حد شيء. قاضية استقالت من القضية، القاضي الثاني حكم له بالافراج، ونفس القاضي في محكمة التعقيب تفسير للافراج متاعه، والقاضي الثالث اللي هو كان لوسانك حكم له بالافراج. وديما ديما ديما نفس المهزلة القانونية، النيابة تمنع خروج مواطن تونسي من السجن. راهو عيب اللي تعملوا فيه، راهو ما يجيش اللي تعملوا فيه، راهو الشعب فد منكم، فد من كذبكم، فد من نفاقكم. ويا متأسلمين، انتم يا متأسلمين، باش نقول لكم اخر حاجة، راهو اذا كان ماشي في بالكم انه الشعب التونسي باش يواصل يسكت على المهازل نتاعكم، غالطين. واذا ماشي في بالكم اللي انتم تفهموا في الدين، راكم غالطين. واللي انتم فقهاء في الدين، راكم غالطين. واللي انتم تحبوا في الناس في الدين، راكم غالطين. انتم ناس تحبوا تجيبوا حاجات واختراعات
تنسبوها للدين. الدين دين رحمة، الدين الإسلامي دين أوسع من الكلام اللي تقولوا فيه. الدين الإسلامي دين يسر ليس دين عسر. الدين الإسلامي فيه تسامح، فيه قيم كبيرة 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 برشا يعرفها الشعب التونسي وحافظها عن ظهر قلب. القيم اللي اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى واللي نمشيو بها وبسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. انتم عندكم اسلام اخر يا متأسلمين تحبوا توصلوه للشعب التونسي، احنا ما نعرفوش. وكما قلت في بداية كلامي ونزيد نعاودها لكم تويك، كما انتم تحسبوا فينا اللي احنا ماناش مسلمين وملحدين وعداء الله وعداء الدين، بالنسبة لنا انتم لكم شيوخ ولكم مسلمين ولكم دعاء الدين، ولا تفهمون ولا تفقهون شيئا في الدين. ان شاء الله الميساج هذا يوصلكم، وان شاء الله الكلام اللي قلته يوصلك انت يا راشد الغنوشي بالذات. نحبك انت بالذات تسمعوا الكلام هذا. علاش؟ لانه الكلام هذا من مواطن تونسي، من شاب تونسي قادر انه يجابهك وقادر انه يتحدث ويناقشك لتجاوزاتك في حق الشعب التونسي ولظلمك الشعب التونسي، يلي ناقم على الشعب التونسي، يلي تكره التوانسة، يلي تبعث في أولادنا لسوريا باش يجاهدوا، يلي تبعث في بناتنا لسوريا باش يجاهدوا جهاد النكاح، يلي تبعث في أغلى ما عنا العقول الذكية اللي عنا، العقول الشبابية اللي عنا، تبعث فيها للتهلكة. الله يهلكك الله يهلكك الله يهلكك يا الغنوشي.